عايزك تتخيل معايا انك بتفهم اقتصاد كويس جدا، بتتابع الاخبار وبتعرف قرارات الفايدة، وكمان بتقرأ التقارير الاقتصادية، يعني بالمختصر المفيد فاهم السوق ماشي ازاي. والسؤال بيجي هنا، هل ده معناه انك هتكسب في التداول؟ لو اجابتك كانت ايوه، طيب ليه 90% من المتداولين بيخسروا؟ النهارده هنتكلم عن فكرة مهمة جدا، هل التحليل الاساسي هو الطريق الحقيقي للنجاح في التداول؟ والله الموضوع اكبر من كده بكتير. زمان وقبل ما التحليل الفني ينتشر بالطريقه اللي احنا شايفينها دلوقتي، كان في حاجه واحده بس مسيطره على التداول، وهي التحليل الاساسي. المستثمرين والمؤسسات الكبيره كانوا شايفين انك لو فهمت اقتصاد كويس هتعرف اتجاه السوق رايح على فين. وكان المنطق وقتها بسيط جدا، لو الاقتصاد قوي السوق بيطلع، ولو الاقتصاد ضعيف السوق بينزل. لكن مع الوقت الناس بدأت تلاحظ حاجة غريبة جدا، ان السوق مش دايما بيتحرك بالمنطق. طيب تعالى نفهم الأول يعني إيه تحليل أساسي أصلا. ببساطة التحليل الأساسي هو القيمة الحقيقية للأصل، سواء كانت عملة أو سلعة أو سهم. وده بيتم عن طريق دراسة الاقتصاد، التضخم، أسعار الفايدة، الأخبار والعرض والطلب. الفكرة كلها إنك تقول الأصل ده المفروض سعره يبقى كذا، ولو السعر الحالي أقل من قيمته يبقى فرصة للشراء، والعكس تماما، لو أعلى من قيمته يبقى فرصة للبيع. بس المشكلة ان السوق مش دايما منطقي، ومش بيتحرك بسبب الارقام، بيتحرك بسبب الناس، والناس عندها خوف، طمع، توقعات وعواطف. وده بيخلي السوق احيانا يعمل حاجات غريبة، يعني ممكن يكون في خبر سلبي جدا والسوق يطلع، والعكس يبقى في خبر ايجابي جدا والسوق بينزل. خليني اشرح لك الموضوع بمثال عشان تفهم اكتر. زي الفترة اللي احنا حاليا فيها، في اخبار ايجابية جدا للذهب ومع ذلك السوق بينزل. يعني اللي حاصل دلوقتي مع ايران وامريكا ده اقتصاديا بيدعم الذهب بالصعود، لكن اللي احنا شايفينه واللي بيحصل ان الذهب مازال بينزل. طيب ليه ده حصل؟ لان السوق مش بيتفاعل مع الخبر، السوق بيتفاعل مع توقعات الناس للخبر. بمعنى ان الناس كانت متوقعة ان الحرب ممكن تكون اكبر من كده، وده اللي بيخلي السوق احيانا بيظهر بشكل عشوائي. وعلى فكرة ده مش تقليل من التحليل الاساسي، التحليل الاساسي قوي جدا وخصوصا على المدى البعيد، لكن مشكلته انه بيجاوب على سؤال واحد، وهو ايه اللي المفروض يحصل. وعشان كده المتداولين بدأوا يدوروا على طرق تانية يفهموا بيها السوق اكتر، طريقة بتركز على حركة السعر نفسها مش الاخبار. ومن هنا ظهر مفهوم تاني في عالم التداول اسمه التحليل الفني. لكن هل التحليل الفني قادر يحقق لك ارباح بشكل منتظم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله. فما تنساش انك تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتتابعني عشان تكمل معايا باقي السلسلة.